جهز ورقك للمطلقات والأرامل. حجز شقق سكن لكل المصريين، 5 مساحات، 100 متر، 110 متر، 120 متر، تشطيب كامل. تعالوا نشوف تفاصيل الخبر مع بعض. نصلي على الحبيب المصطفى. اللي مش مشترك في القناة ينورنا يشترك في القناة، يفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. الناس اللي بتحط لي لايك بحبكم قوي. يلا بالناس اللي ما بتحطش طبعا حطوا لي لايك. الصندوق الإسكاني الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أعلن عن طرح شقق سكن لكل المصريين، تمام، مخصصة لأصحاب الدخل المحدود بمساحات مختلفة من أجل توفير وحدات سكنية لهذه الفئات من المواطنين. طيب تعالوا هنتعرف كل ما يتعلق بالوحدات السكنية دي وكل المعلومات الخاصة بها. شقق سكن لكل المصريين 5. يرغب عدد كبير طبعا من المواطنين معرفة كافة التفاصيل الخاصة بإعلان شقق لكل المصريين 5 الذي أعلن عنه صندوق الإعلان صندوق الإسكان الاجتماعي الفترة اللي فاتت. أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد بأن الإعلان الأخير لشقق الإسكان الاجتماعي تم تخصيصها لأصحاب الدخل المحدود من المواطنين. دي حاجة كويسة جدا. وأكدت مي أن هذا الإعلان سوف يتم نشره في وقت قريب جدا، هيشمل على وحدات إضافية من أجل تلبية احتياجات الأشخاص المتقدمين اللي لم يحصلوا على، نحط بقى تحتها 100 خط، لم يحصلوا على وحدات سكنية في الإعلان السابق. كمان بالإضافة لتوفير فرصة لجميع المواطنين. الأسعار المبدئية وأنظمة سداد شقق سكن لكل المصريين 5. إيه نظامه؟ بيتم تحديد الأسعار حسب المدينة اللي بتوجد فيها الوحدات السكنية. إن سعر الوحدة بيتراوح من بين 350,000 ل 430,000. ممكن ان المواطن بسداد الاقساط لمده تصل ل20 عام، يعني انت ممكن تسدد الاقساط اللي عليك لمده 20 سنه، تمام. وطبعا دي بتعتمد على سنك عشان نبقوا فاهمين ومتفقين. طيب بيتوفر العديد من الوحدات السكنيه بمساحات تتراوح من بين 75 ل 90 متر مربع عشان تناسب كل الفئات. بيتم تسليم الوحدات خلال فتره لا تزيد عن 18 شهر من وقت التخصيص. قد تكون هناك وحدات جاهزة في وقت سابق، لهذا يتم تخصيصها في فترات أقل من الفترة المعتادة. طيب قوليلنا بقى بسرعة كده ايه الفئات المستحقة لشقق سكن لكل المصريين 5. هو اسمه كده. الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات سكنية في المبادرة السابقة سكن لكل المصريين 4 ولم يقوموا بدفع مقدمات الحجز. طيب ايه كمان؟ بيتم منح المتقدمين في المرحلة الرابعة من المبادرة أولوية في التخصيص، يعني اللي قدموا في المرحلة الرابعة واترفضوا أو ما اتقبلوش لهم الأولوية. طيب الفئات المحددة وفقا للقانون إنه بيتم تحديد نسبة تخصيص معينة ليهم، وأنا قلت لكم قبل كده وشرحت لكم قبل كده مين الفئات المحددة وفقا للقانون. ارجعوا طبعا للفيديوهات اللي قبل كده الخاصة بالإسكان. الأشخاص الذين لم يمتلكوا أي وحدات سكنية قبل كده وبيتوافقون مع متطلبات المشروع. مختصرا كده عشان في سؤال ده بيجيلي كتير جدا، أنا لو أخدت وحدة سكنية قبل كده وبعتها وعايزة أقدم ما ينفعش. طيب أنا أخدت أنا ما قدمتش على وحدة سكنية ولكن اشتريت من حد كان مقدم في وحدة سكنية، ما ينفعش برضو. السؤالين دول بيجولي كتير، لا ده ينفع ولا ده ينفع، تمام كده. ربنا يوفقكم ويكرمكم. انا بقول لكم كل اعلان جديد بينزل هتلاقوه على قناتكم فورا. ما تنسوش اللايك، اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.